فيديو النهاردة عن شوربة اللحمة. رغم ان الطريقة سهلة وبسيطة جدا، لكن مهم قوي ان الشوربة تكون مظبوطة، وكمان الطريقة الصح لتسوية اللحمة اللي تطلعها معانا مش مستحملة الشوكة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. كمان لون الشوربة بيبقى رايق وحلو قوي، الطعم نفسه بيبقى حلو. يلا نشوف الطريقة على طول، بس طبعا متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب او اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجه هبدا بيها ان انا هسخن الحله كويس وانزل بقطع اللحمه عندي هنا دسمه شويه، فانا مش هحط زبده. لو كانت اللحمه حمرا قوي او ما فيهاش قطع الدسم دي كنت هحط معلقه زيت ومعلقه زبده. هنا احنا نستغنى عن الخطوه دي. سخنا الحله كويس جدا، نزلت فيها بقطع اللحمه وهقلبها لحد ما تاخد لون بسيط كده. بعد كده انزل مستكه، حبهان، ورق لورا، فلفل اسود حب، فصين كده حب كده فلفل اسود، بيدوا طعم حلو قوي للشوربه، بيخلوها رايقه كمان معانا. هقلبهم شويه مع بعض تاخد لون تاني، يعني كلها تاخد لون واحد، ما يكونش فيها قطع حمراء بالشكل ده. هنزل بالبوكيه جارنيه بتاعنا اللي هو جزر، بصل، طماطم، لو في كرفس كمان بيبقى حلو جدا جدا مع الشوربه. وهقلبهم شويه. شايفين طلعت ميه من قبل ما احط ميه مغليه عليها. كده اللحمه هتطلع معانا طريه وحلوه جدا. هنزل بقى عليها بميه مغليه، ده طبعا بعد ما سبت الخضار يتشوح مع اللحمه 10 دقايق قبل الميه. وبعد كده بعد اول غلوه هحط ربع معلقه فلفل اسود، وهوطي عليها النار واسيبها تستوي على نار هاديه. لو مستعجلين عليها شويه ممكن نضيف لها ربع معلقه سكر، بتفرق جدا في سوى اللحمه. احنا هنا مش مستعجلين وهنسيبها تستوي على نار هاديه براحتها خالص بالشكل ده كده. لما استوت 90% ضفت لها معلقه ملح، ظبطت الملح بتاعها، وكده بقى معايا احلى شوربه لحمه، ولحمه مستويه بطريقه حلوه جدا. اللحمه ما بتشدش معايا، سهله في الاكل، كمان طعمها حلو قوي. دي طريقه من ضمن طرق كتير جدا لسلق اللحمه. المره دي قدمنا الطريقه دي، انتظروني فيديوهات جايه كتيره هقدم لكم كذا طريقه لطريقه سلق اللحمه والفراخ. نفس الطريقه دي ممكن نعملها مع الفراخ برضو. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبتكم الطريقه وشايفينها سهله وبسيطه جربوها وقولوا لي ايه رايكم. وطبعا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب او اشتراك.